متولي هو السبب. استوقفني انه بعض آه، رواد السوشيال ميديا وبعض الاعلاميين اتكلموا انه السبب في ايقاف القيد في الزمالك هو محمد متولي او محمود متولي. انا حقيقة ما اعرفوش، وان هو السبب، وانه هو يعني ما ردش على القواضي بشكل سليم او يعني اللي حصل. وطبعا ميدو من شويه برضو انا بعتب عليه انه بيقول يا كابتن حسين يا كابتن هشام اعملوا تحقيق. تحقيق فيها كابتن ميدو. 90% من القواضي اللي صدر احكام فيها ضد الزمالك هي مستحقات ماليه فعليه حقيقيه، مش بسبب اخطاء حصلت. بمعنى انه اللاعب الفلاني ليه مستحقات كذا، حضرتك كمجلس اداره ما اديتش اللاعب فلوسه فراح اشتكاك، فالفيفا حكمت بالفلوس اللي ليه زائد تعويضات. فالسبب في القصه اصلا مجلس الاداره. حتى لو عايز تقول انه متولي هو السبب، وفي الاخر اللي اختار متولي هو مجلس الاداره. فمين يحاسب مين؟ انا حاسب الاصل. السبب 90% من القواضي بسبب ان احنا ما دفعناش فلوس. يعني النادي بتاع بزيرة، انت راجل متفق على لاعب وهتقسط له بالتقسيط، هتقسط له المبالغ بتاعته، ما دفعتش ولا قسط. عمر فرج نفس القصه. نضاي جيت مشيته من غير ما تعمل تسويه معاه. سامسون مشيته من غير ما تعمل تسويه معاه، رغم ان كان الاثنين في عقودهم شروط تقدر تمشيهم من غير ما ياخدوا ولا مليم ومن غير ما يشتكوك. فما ينفعش ما ينفعش نلبس القصة لحد في الآخر هو موظف وملهوش علاقة وسيب الأصل. فكابتن ميدو هو المفروض اللي يتحقق معاه هو حسين وهشام، مش متولي ومش جون. وفي الآخر جون ده أنت جايبه يدير الفرقة، فطبيعي أنا هشتري لك اللاعب الفلاني والفلاني والفلاني بكذا. حضرتك هتوفر لي فلوس هشتريهم، مش هتوفر لي الفلوس. وحتى لو جبتهم دلوقتي في الآخر هتدفع الفلوس. ما هو ده حاجات يعني بديهيه مش محتاجه اصلا احنا نتكلم فيها. فحبيت ارد. يعني انا متولي ما اعرفوش حقيقي ولا عمري اتكلمنا مع بعض، لكن في الاخر فكره ان احنا نحطه كبش فدا فده حرام. ده حصل قبل كده مع حزيم وميدو، وقبل كده كان تيم الاسكاوت. ونفس بقى القصص اللي احنا هنفضل نحكي فيها ان كل سنه بيبقى فيه كبش فدا. فطبيعي لا، السبب الرئيسي في الاحكام اللي صدرت على الزمالك وقفات القيد هو مجلس